أهلا بكم يا شباب. اليوم نتحدث عن منتخب عمان الأحمر العماني الذي يستعد لخوض تحدي جديد ومثير في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27. يدخل المنتخب العماني البطولة بطموحات كبيرة ويسعى إلى تقديم مستويات قوية والمنافسة على اللقب، خاصة أنه سبق له التتويج بكأس الخليج مرتين عام 2009 و2017. وقد أوقعت القرعة الأحمر العماني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب العراق والسعودية والكويت، وهي مجموعة قوية للغاية، وكل مباراة فيها ستكون بمثابة نهائي مبكر. ويبدأ منتخب عمان مشواره بمواجهة المنتخب العراق يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 الساعة 5:30 مساء على توقيت مكة المكرمة. ثم يلتقي منتخب السعودية صاحب الأرض والجمهور يوم السبت 26 سبتمبر 2026 الساعة 9 مساء على توقيت مكة المكرمة، قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة الكويت يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 الساعة 8:30 مساء على توقيت مكة المكرمة. وهل يتمكن من استعادة أمجاده والتتويج بلقب خليج 27 للمرة الثالثة في تاريخه؟ لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وحصريا في عالم الرياضة. كان معكم محمد الخولاني، ودمتم في أمان الله ورعايته.